مدام سارة، احنا نحكيو على موسم الحصاد اللي بدا ديجا. بدا في بعض الجهات. وشنو احواله الحصاد اليوم؟ السنة ان شاء الله لاباس، ان شاء الله يعوض علينا الخسائر نتاع عامين التالي ان شاء الله. هذا موسم باهي. اي ان شاء الله. نجموا نوعا ما اللي تكون عنا معناته ارقام قياسيه في بعض الجهات بالنسبه لهذا الموسم. احنا ننتجوا وين الحبوب؟ يعني جهاتنا اللي معروفه بالحبوب انها هي جهة الشمال الكل متاع تونس. عندنا في الوسط عندنا القروان، عندنا حتى مناطق الساحلية، عندنا القصرين، عندنا سيدي بوزيد، عندنا حتى قفصة، وكذلك عندنا تجربة الجنوب اللي بدينا فيها من المعهد الوطني للزراعات الكبرى من عامين التالي. وسنة ديجا وال 11 جوان كان افتتاح موسم الحصاد بمنطقة الذهيبة. باهي الحصاد يدوم حتى الوقتاش؟ هو حتى الجويلية؟ الحصاد حسب الموسم، حسب توفر الآلات. هو حطيت عملية القبول تتم حطيت لشهر أوت. لكن الفلاحين ديما يعني اغلب الاوقات حاولوا انهم يزرب، لانه الماكينه اذا كان خرجت الماكينه تحصد يعني لازم يكمل وتحصد. الناس الكل تحاول انها تحصد على بكري، انه تعرف اذا كان باش ندخلوا في اوت ديجا يبدا الفلاح يخمم في سبتمبر في الحرث وكذا، لازم يقبل كيف باش يتعدى المرحله باش يتعدى المرحله اخرى، كيف لازم يحصل الفلوس اللي باش يكمل يخدم بها للموسم اللي من بعد.